السلام عليكم، انا احمد صار واهلا بيكم النهارده في الفيديو الثاني والاخير من سلسله فيديوهات مراجعه منهج سنه 6 ابتدائي. والنهارده هنتكلم عن الجرامر، فيديو مراجعه الجرامر والقواعد الخاصه بمنهج سنه 6 ابتدائي كلها وازاي نحلها في الامتحان ونجيب الفول مارك. يلا بينا نبدا ونشوف المنهج والقواعد بتقول ايه في سنه 6 ابتدائي. Let's get started. alright، نبدأ في يونت 1 الخاصة بأول حاجة في الاستراكشر الجرامر الخاص بمنهج سنة 6 ابتدائي. وهنا بنبدأ وبنتكلم في الموضوع ده عن ازاي ندي معلومات أو نسأل عن أماكن كانت موجودة في الماضي. كانت موجودة، نركز على كلمة كانت وموجودة. طبعا كانت دي يعني ماضي، حاجة في الماضي، فكلمة كانت دي لها حاجتين في الماضي، يا إما was في المفرد أو were للجمع. موجودة كلمة يعني there. فالسؤال بنبدأه بالفعل المساعد was أو were، تمام، في الماضي واللي هو بمعناه هل. فلو عايزين نسأل سؤال هنقول was there، بنبدأ بواز اللي هو الفعل المساعد في الماضي لو مفرد، وبعد كده there يعني كلمة موجود، وبعد كده بنجيب بعديها المكان وقبليه يا أنا على حسب المكان. يا لو بادئ بحرف ساكن وآن لو بادئ بمتحرك. بعدهم حرف جر المكان اللي هو preposition of location. preposition of location اللي هو يا إما beside يعني جنب، behind خلف، across from في المقابل أو قصاد الناحية التانية، in front of أمام، near يعني قريب من. بعد كده بنجيب المكان التاني. يعني إذا بسأل هل المكان ده كان موجود جنب أو قدام أو خلف أو قريب من المكان ده؟ يبقى بسأل عن أماكن. مثلا عندنا في الجدول مكتوب was there a، لأن الأماكن كلها بدأ بحرف ساكن زي school، library، barber's shop، bank، hotel. وبعد كده بنجيب حرف الجر beside، behind، cross from، in front of، near. بعد كده المكان التاني the train station، the post office، the pavement، the bridge، the theater. وطبعا احنا عارفين ان السؤال بهل اللي بيبدأ بفعل مساعد الإجابة يا إما yes or no. yes وبنعمل cross، السؤال بادئ ب was there يبقى في الإجابة there was، لا إما no there wasn't. Unit 2 بتتكلم عن الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة، المعدود والغير معدود، countable nouns والuncountable nouns. الأسماء المعدودة يعني أسماء بنعرف ليها مفرد وجمع، بنعرف نجمعها ونحط لها اس الجمع. يعني اسم معدود يعني بنعرف نعده، حاجة معدودة ليها مفرد بآ أو بآن، وحاجة جمع بنحط لها الاس. زي فور اكزامبل المفرد في المعدود بنحط له اما آ لو الكلمة بدأ بحرف ساكن، أو آن لو بدأ بحرف متحرك. زي فور اكزامبل أبنانا، طبعا بنانا يعني موزة معدودة فحطينا في المفرد آ. أبل، an apple ده معدود طبعا التفاح فحطينا قبليه آن عشان بدأ بحرف الأي متحرك. وبالنسبة للجمع بالأسماء المعدودة دي بنجمعها عادي فبنحط لها اس الجمع البلورال. يبقى عندنا السنجلر المفرد والبلورال الجمع. بنحط ايه زي مثلا قلنا بنانا في السنجلر المفرد، في البلورال الجمع بنقول بناناز، حطينا اس الجمع. قلنا an apple في السنجلر المفرد قلناها apples في البلورال الجمع. الاسم الغير معدود بقى في المقابل ده لا يعد، ودايما بيتعامل معاملة المفرد عشان نجمعه ونحط له كلمات تانية. طبعا الاسماء المعدودة دي زي ايه؟ زي السوائل، اي حاجة سائل، حبوب، اي حاجة فيها اكل، مش كل الاكل طبعا، في حاجات زي مثلا الحاجات المعنوية، الافكار، القرارات، الحاجات دي كلها غير ملموسة ومعنوية فبتبقى غير معدودة وبنعملها معاملة المفرد. طيب خلينا نشوف مع بعض الاسماء الغير معدودة دي متحددة على حسب الكمية او العدد. مثلا عندنا الحاجات اللي هي الكونتينر اللي هي الحاجات اللي بيبقى فيها عبوات او حاويات، تمام. عندنا طبعا زي المية او اللبن، دي طبعا عارفين ان المية واللبن هي الواتر، والميلك واتر، وميلك ده سوائل فغير معدودة، فما ينفعش نحط لها اس الجمع، ما ينفعش نقول واترز ولا ميلكس. عشان نجمع الواتر والميلك بنحط قبليها كلمة a bottle of يعني زجاجة من. وعايزين نجمع بقى ممكن نجمع كلمة زجاجة bottles of زجاجات من، أو a bottle of زجاجة من. يبقى بنجمع الكلمة الجديدة اللي بنضيفها على كلمة مية أو لبن، بنجيبها في المفرد a bottle of or بنجمعها bottles of. تاني حاجة lemonade اللي هو الليمون برضه سائل فبنقول له ايه، او البيبسي او الكول، الحاجات دي كلها عشان نجيبها بنقول a can of اللي هي ايه، الكنزايه اللي بيقولوا عليها بالعربي الكنزايه، او العلبه الصفيحي دي بنقول عليها a can of or cans of
جمع. تاني حاجة بعد كده chicken soup or fruit salad. chicken soup or fruit salad. طبعا الحاجات دي غير معدودة فبنجمعها بحاجة اسمها abalav اللي هي الايه السلطانية دي. abalav عشان نجمع chicken soup لان هي سائل او الفروت سالاد طبعا لان هي برضه سوائل وقطع فما نعرفش نعدها فعشان نجمعها بنضيف لها كلمه abalav. برضه ممكن نجمع الواتر والميلك والاورنج جوس لان هو عصير سائل اورنج جوس والواتر والميلك برضه نجمعهم عن طريق برضه a glass of يعني شوب او كوبايه. طبعا الشاي والقهوه الكافي والتي طبعا سوائل برضه ما بنجمعهاش فبنجمعها اما فنجان قهوه او كوبايه شاي وهكذا. a cup of coffee, a cup of tea, a cup of coffee, a cup of tea. طب لو عايزين نجمع نقول cups of. بالنسبه ده اول بارت الخاص بالكونتينرز الحاجات اللي فيها عبوات او حاويات. تاني حاجه اجزاء الطعام part of the food زي مثلا عندنا الديك الرومي او اللحمه البيف او الفراخ او اللحمه اي لحوم بنقولها a slice of شريحه من a slice of chicken, a slice of meat, a slice of turkey, a slice of roast beef وهكذا. يبقى اي لحوم او فراخ بنقولها a slice of شريحة من. بعد كده الكيك والابل باي بنقول عليها piece of. كيك ابل باي بيتزا الحاجات دي كلها بنقول عليها ابل باي او كيك او بيتزا بنقولها a piece of قطعة من او جزء من. واخر حاجة العيش اسمه bread بنقول له رغيف عيش a loaf of. طبعا كلمة لوف بنجمعها لوفز الاف بنحولها لفي واي اس لوفز اوف رغيفة عيش لوفز اوف. فالكلمات دي كلها اللي هي سواء containers او part of food زي a bottle of, a can of, a ball of, a glass of, a cup of, a slice of, a piece of, a loaf of دول كلهم في المفرد. لو عايزين نجمع بنشيل ونحط اس الجمع. ده بالنسبة للأسماء الغير معدودة. بعد كده بنتكلم عن ازاي نعد نقول ما عدد او ما كمية. ازاي نسأل السؤال عايزين نسأل كميتها قد ايه وعددها قد ايه. طبعا عارفين ان الاسم المعدود بنسأل بهاو ماني لانه معدود وجمع. اسم الغير معدود بنسأل بهاو ماتش. يبقى هاو ماني بنبدأ السؤال عايز اقول هاو ماني ما عدد والاسم الجمع المعدود وبعد كده ديد. طبعا ده بنسأله في زمن الماضي البسيط فالماضي البسيط بتجيب الفاعل المساعد ديد وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر. ونفس الكلام في الهاو ماتش والاسم الغير معدود والديد والفاعل والمصدر. For example, how many cans of lemonade did you drink? how many بدأنا السؤال بيها بعد كده جبنا cans of اللي هي الكنزات العصير الليمون. did you drink did فاعل مصدر. والإجابة I drank verb drink في الماضي بنقوله drank 3 cans of lemonade. how much bread did they have? how much اللي هو الغير معدود جبنا بعدها bread عشان حاجة غير معدودة وديد والفاعل والمصدر. وبعد كده have في السؤال قلناها had 4 loaves of bread. Unit 3 بنتكلم فيها الجرامر او الستراكشر بنتكلم عن الضمائر الفاعل وضمائر التوكيد. ايه الفرق بينهم؟ لما بقول مثلا ضمائر التوكيد دي بتستخدم ان انا باكد ان انا اللي قمت بالحاجه بنفسي معناها بنفسي بنفسه بنفسها بنفسكم بنفسنا وهكذا بمعنى بنفس. دي بستخدمها عشان اكد على اللي انا قمت بالحاجه دي او ان انا عملت الحدث ده بنفسي من غير مساعده حد. وفي الاخر بستخدم باي والضمير فببدا الجمله بالفاعل زي ما احنا عارفين الجمله الانجليزيه تبدا بفاعل بعدها الفعل بعدها المفعول بعد كده بقول باي وضمير التوكيد. يبقى دي القاعده بتاعتها ببدا الجمله بفاعل عادي جدا بعدها الفعل بعدها المفعول وباي والفعل وضمير التوكيد. عندنا I في ضمير الفاعل بتبقى myself, he himself, she herself, it itself, you yourself, you yourselves الجامعة we ourselves they themselves. طبعا دول بنحفظهم زي ما هم عشان نبقى بنتكلم صح. فمثلا for example عايز اقول انا كويت القميص بنفسي I ironed a shirt by myself. I ironed a shirt by myself. بدأت بI فاعل و ironed في الماضي
يكوي الفيرب، بعد كده shirt المفعول by myself. They bought groceries by themselves. they الفاعل، bought الفعل في الماضي، groceries المفعول by themselves. هنا بنخرج من الموضوع ده نتكلم عن زمن الماضي البسيط. زمن الماضي البسيط ده معناه ان حاجه حصلت وانتهت في الماضي وما عادش لها اي وقت مع تحديد الوقت ده. يعني اي حاجه عملناها زمان في الماضي وخلصت وانتهت وما عدناش بنعملها دلوقتي وما عادش لها علاقه بالحاضر، ولكن لازم نحدد وقت انتهائها. طالما خلصت وانتهت فبنحدد انتهت امتى، لكن لو سيبناها مفتوحه كده بقى زمن تاني اللي هو المضارع التام. وزمن الماضي البسيط بنجيب التصريف الثاني للفعل ونضيف له يا اما دي او اي دي او اي اي دي. بنبدا الجمله بفاعل وبعد كده ايه الفعل بنضيف له دي اي دي اي اي دي، وعلى حسب نهايه الفعل بنضيف النهايه. فعندنا اول حاجه بنضيف الاي دي في الافعال اللي ما فيهاش اي، زي واق هتبقى واقد، سلايس سلايس. وبنضيف لو الفعل منتهي بواي ده لو على حسب الفيرب، لو منتهي بواي وقبليها ساكن نحولها لاي ونضيف الاي دي، زي كراي باك كرايد. لو قبليها حرف متحرك بنسيبها زي ما هي ونضيف الاي دي، زي stay stayed. دي نهايات الافعال المنتظمه. طيب بالنسبه للافعال الثانيه، لو عندنا جينا نضيف اي دي للفيرب ولقينا الحرف اللي قبليه ساكن وقبليه متحرك لازم نضيف زي تشوب تشوبد. الافعال الغير منتظمه اللي هي الشاذه بتحفظ زي ما هي، ودي طبعا ليها تصريفات زي take بقت took، did do بقت did، go بقت went، وهكذا. الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط زي yesterday، ago، once، last week، last month، last year، etc. وهكذا. I washed my hair yesterday. هنا بدأت الجملة بفاعل، washed في الماضي والمفعول my hair yesterday، يعني أنا غسلت شعري امبارح. كده خلاص انا غسلت شعري امبارح والموضوع انتهى وخلاص وما عادش موضوع، فحددت بقى اللي هو ايه امبارح. بالنسبه للنفي يا شباب بننفي بدidn't، نجيب didn't وبعديها المصدر. ببدا الجمله بفاعل زي she didn't stay home by herself، يعني بدأنا بشي ودidn't والمصدر، والسؤال بدid والفاعل والمصدر، did وفاعل مصدر، والاجابه يا اما yes or no. يونت 4 بنتكلم فيها عن زمن المضارع البسيط. وزمن المضارع البسيط ده بيعبر يا اما عن عادات، حاجات متعودين نعملها، او حقائق مثبته، حاجات حقيقيه، او افعال بنكررها. وطبعا المضارع البسيط بنسيب الفعل في المصدر مع I we you they، ولكن بنضيف s e s i s مع المفرد he she it. زي for example he always wears a wig. he always wears ضفنا s للverb. she sometimes talks on the phone. talks حطينا s. الجمع I get a sunburn every Friday. هنا I get من غير حاجة infinitive. they often listen to music. listen بدون s. بالنسبة بنضيف الاس مع المضارع مع هي وشي وات، او بنضيف اي اس لو الفعل اخره سي اتش اس اتش اس اس او او اكس. لو لقينا اي فيرب بينتهي بالنهايات دي بنضيف اي اس زي واتش واتشز، جو جوز، واش واشز، ميكس ميكسز، باس باسز. كل الافعال دي ضفنا لها اي اس. لكن لو الفعل منتهي بواي زي ما قلنا قبل كده في المضارع في زمن الماضي البسيط، الفعل لو منتهي بواي وقبليه ساكن بنحولها لاي ونضيف الاي اس. لو قبل متحرك بنسيبها زي ما هي ونضيف الاس، زي ستادي حولناها لاي بقت ستاديز، كراي بقت كرايز، سيبنا الواي زي ما هي في بلاي بقت بلايز، وستي بقت ستيز. والفعل هاف بيتحول لهاز مع هي وشي وات، لان طبعا هاف المفرد بتاعه هاز. الكلمات الدالة على الزمن ده ايه زي احنا عارفين، اللي هي always، usually، often، sometimes، hardly ever، never، every day، week، month، year. كل دي الكلمات الدالة لو شفناها في الجملة نعرف ان ده زمن المضارع البسيط، ونضيف للفيرب اس او بنسيبه في المصدر مع الجمع. النفي طبعا زي عارفين بننفي يا don't يا doesn't. don't مع I we they، و doesn't مع he she it، ونجيب طبعا بعدهم ايه المصدر. فبنبدأ بالجملة بالفاعل I we they اللي هو اسم الجمع، وبعدهم don't والمصدر زي I don't wear a wig. they don't drive a sports car. مفرد بنقول بقى he she it doesn't، والمصدر he doesn't take a nap. he doesn't take a nap or she doesn't put on makeup. والسؤال بنسأل بدو زي ما قلنا في الماضي بنبدأ بديد فاعل مصدر. هنا في المضارع بنبدأ السؤال بيبدو يبدز فاعل مصدر. دو على حسب الفاعل، دو بتيجي مع I we they، وداز بتيجي مع he she it، والإجابة يا إما yes or no. بالنسبة ليونت 5 بنتكلم عن سؤال بعدد المرات في زمن المضارع البسيط، اللي هو نسأل إزاي ب how often. how often يعني كم عدد المرات، وبنجيبها في زمن المضارع البسيط. يبقى إذا بنجيب بعديها how often بنبدأ بيها السؤال، بعديها do أو does اللي هو الفعل المساعد بتاع زمن المضارع البسيط، وعلى حسب do بتيجي مع I we they، و does he she it، ونجيب بعديهم المصدر. الإجابة بتكون يا إما once مرة، twice مرتين، 3 times 3 مرات، 4 times، وبنجيب بعدها كلمة a day
week, month, year. دي لوحدها يعني في مرة في اليوم، مرتين في الأسبوع، 3 مرات في الشهر، 4 مرات في السنة. For example how often بدأنا بقى السؤال كم عدد مرات، جبنا بعدها جو الفعل المساعد اللي بياخد you، وبعد كده جبنا المصدر take a math test. I take a math test once a month مرة. How often does he جبنا does ومع he feed المصدر the birds. He feeds the birds twice a day. قلنا feeds لأن عارفين في المضارع البسيط الفيرب بياخد اسم he she it. Thank you so much for watching this video. أتمنى يا رب يكون الفيديو واضح الخاص بمراجعة منهج القواعد لسنة 6 ابتدائي مفيد واستفدنا منه وعرفنا ازاي نحل القواعد والجرامر. اشوفكم على خير ان شاء الله مع باقي الفيديوهات والمواضيع الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة. لو متابعينا على الفيسبوك او اليوتيوب تقدروا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم تقدروا تشيروه عشان يوصل لأكبر قدر من حبايبنا في 6 ابتدائي والكل يستفيد. Thank you so much. السلام عليكم.